اهلا بيك. في الفيديو ده اعلمك الكتابة على ادوبي افتر افكت. اتمنى انك تعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا. الفيديو ده يا صديقي هعلمك تكتب بالعربي بالانجليش على ادوبي افتر افكت. انا اسلام مندو بعلمك ادوبي افتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بص يا صديقي، انت عندك هتلاقي البرنامج مش بيدعم اللغة العربية، فاحنا نروح على كلمة edit preference، بعد كده على كلمة type. هيفتح القائمة ديت. اتأكد انك عاملها على ساوث اسيان اند ميدل ايست. تمام، لازم تبقى عاملها هنا. انا شايف زي ما فتحتها كانت لاتين، وديت مش تكتب معاها غير انجليش بس، فلازم تعلمها خليها على العلامة ديت عشان تقدر تكتب بالعربي. تعالى نكتب سوا كده. اول كتابة لينا، كلنا عارفين ان علامة التي ديت هي اللي بنبدأ نكتب بيها، او لو تكيت كنترول تي تبدأ تكتب. تمام، لو اتكيت كده تكة واحدة على الشاشة السوداء ديت هتلاقي علامة أحمر كده، أو علامة الكتابة بدأت تظهر معاك. أنا هكتب مثلا سلام مندو، وهروح أعملها فول عشان الجودة. وأول ما تبدأ تكتب هتظهر معاك البانل ديت، بيقول لك في حاجات كتير الصراحة. هنا الخط بتاعك، أنا مثلا أختار الخط دوت. هنا مثلا لو عايز تكبر الخط شوية، هنا عايز تقرب الحروف من بعضها او تبعدها عن بعضها. هنا بيخلي الكتابة يا اما لو تحت بعض او فوق بعض بتقربهم من بعض برضو. يعني بقى لو عايز تخلي حجم الكتابة ممطوط او مكبوس، هنا عايز تخلي برضو الكتابة مفرودة او مضمومة على بعض. هنا بتخلي مثلا الكتابة بولد او تخليها مايلة، او تخلي في حروف كابيتال وحروف سمول. خلينا نجيب خط تاني بدل ده عشان يبان عليه. هنا مثلا كل الحروف سمول مثلا او كابيتال، او كل الحروف كابيتال. هنا مثلا لو عايز تعمل حاجة زي قص، لو اتكينا علامة التي فهو لسه هنا معلم، فانا مثلا مش عايز خلاص اكتب هنا، اروح رايح في اي حتة فاضية واتك. بلاش، لو اتكيت على الاسم دوت هيبدأ يعدل على الاسم، لكن انا كتبت اتكيت في حتة تانية فهبدأ اعمل كتابة جديدة. H2 مثلا H2O. طبعا H2O هو الأكسجين، فأنا مثلا عايز أنزل ال2 دي تحت، فأروح معلم عليها وضغط هنا، فنزلت معايا ال2 تحت زي ما انت شايف. أنا مثلا عايز أعمل حاجة تانية بقص، فأروح أكتب كتابة جديدة ومثلا 9 أس 2، وأروح مخلي كبر حجمها شوية، أعلم على الاتنين وأروح أعملها قص، وأصغر حجمها شوية. بقت عندي 9 أس 2. ده بالنسبة للغة الإنجليزية، وده بالنسبة للطول اللي عندنا. تعالى بقى نكتب باللغة العربية. نكتب مثلا إسلام مندو مثلا، وبعد الكلام اهوت. تمام، مثلا أنا عايز الكلام يبدأ من اليمين، فهستخدم التول ديت. خلي الكلام في النص من هنا. أقدر برضو أغير كل ده. عايز أبدأ الكتابة من هنا باليمين، رايت تو ليفت على طول، او ليفت تو رايت. دي هتبقى كويسة فيها الناس بتاعت الفوتوشوب وبتاعت الوورد، هتبقى عارفة الكلام ده كويس. بالنسبة لكل حاجة خاصة بالكتابة. صح، عشان ما انساش لما تيجي تكتب باللغة العربية لازم تبقى عامل الاعدادات اللي قلت لك عليها في الاول، اللي هي من فونس. طيب تخلي العلامة ديت معمولة عليها صح، وتك اوكي. وتخلي هنا لغة عربية، تختار فونت عربي. تمام، عشان تكتب بيه لازم فونت عربي. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو دوت. وانا اسلام مندو بعلمك ادوبي افتر افكت من تحت الصفر للاحتراف. اتمنى انك تعمل لايك سبسكرايب. اتمنى انك تكون استفدت من الفيديو. في فيديوهات جايه كتير برضو هتعلمك حاجات صايعه كتير في الكتابه. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.